جبنة وبيض وزيتون الراعي الرسمي لأي سندوتشات وكمان لتحدي الجوع. لما الواحد كده يبقى جعان بيعمله سندوتش جبنة، يسلق له بيضاية، يعمل معاهم كده شوية زيتون فوق الجبنة وبيتعشى أو بيفطر. هو ده اللي احنا بنعمله. طب ايه رأيكم بالمكونات اللي انتوا شايفينها معايا دي؟ نعمل تغيير من الطعام شوية ونعمل فكرة جديدة ومختلفة. كملوا معايا الفيديو للآخر، ولو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. ضفت البيض وكمان ضفت عليهم 3 معالق كبار من الجبنه، والاصفر ده دي جبنه بس جبنه اسطنبولي لونها اصفر. ضفت عليهم كمان الزيتون الحلو ده ورشه من السكر وكمان رشه من الملح، وما تكتريش الملح. وضفت كمان كوبايه الا ربع من الحليب، عليهم معلقتين كبار من الزيت وكوبايه من الزبادي. اظن المكونات دي موجوده عندنا في البيت. ببتدي ان انا اخفق او اضرب كل المكونات دي مع بعض لحد لما البيض يمتزج مع الجبنه والزيتون. وهنا هتلاقوا تكتلات شويه اللي هي الجبنه طبعا لان هي ما اتضربتش قوي. طيب عشان نغير من الطعم بنعمل ايه؟ بنضيف معلقه كبيره من الزعتر المحوج، والزعتر المحوج ده هتلاقوه عند العطار ومتوفر وموجود، ومعلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر. وكمان بنزل عليهم مبدئيا كده كوبايتين من الدقيق. لازم تستخدمي نوع دقيق يكون كويس عشان بيفرق معاكي جدا في الطعم وكمان في المخبوزات اللي احنا بنعملها النهارده. بتقلبي تقلبتين لحد لما توصلي لقوام معين. انا مش عايزه القوام اللي هو زي الكيك، انا عايزاها تبقى اتقل شويه من الكيك. فبالتالي بروح ضايفه كمان نص كوبايه من الدقيق واقلب تقلبتين، وزي ما قلت لك هتلاقي تكتلات. ده مش الدقيق، دي الجبنه اللي احنا ضفناها. تقدروا هنا طبعا تستخدموا اي نوع جبنه انتوا بتحبوه. بجيب القالب الحلو معايا دوت وبروح عامله له طبقه من الزيت وطبقه من الدقيق، وكمان انزل بالخليط كامل متكامل في القالب ده. وبالمناسبه انتوا كمان ممكن تجيبوا قوالب اللي هي الكب كيك وتعملوها قطع منفصلة عن بعضها. وعشان نزين الشكل كده الحلو ده بنضيف لها جبنة موتزاريلا من فوق الوش. بتدخل الفرن على درجة حرارة 200، فرن ساخن مسبقا، ودي اهم حاجة. لحد امتى؟ لحد لما تاخد لون من فوق الوش، وتسيبيها مدة لا تقل عن 40 دقيقة داخل الفرن. 40 دقيقة يا جماعة، ما تقللوش عن كده عشان تستوي تبقى معاكم حلوة. اول لما تطلع من الفرن ببتدي ان انا اغطيها واسيبها لحد لما تبرد خالص. ويا سلام كمان لو اديتيها رشة كده من المية بتبقى حلوة قوي. طلعت بالسلامة وبقت 100. بقلبها وابتدي ان انا اقطعها، وتعالوا اوصف لكم هي من جوه عاملة ازاي. لو كنتي فاكرة ان هي من جوه هتبقى هشة زي الكيك فده مش هيحصل ابدا ابدا. هي هتبقى طرية شوية لان هي مكوناتها عبارة عن بيض وجبنة، وبالتالي كمان الدقيق كميته مش كبيرة، بس هي هتبقى طرية زي ما انت شايفاها معايا كده. مش عجينة بس طرية، بس كمان مش هشة. طيب دي بقى ممكن ناكلها بديل السندوتشات في اللانش بوكس للاولاد اللي بيروحوا حضانة او بيروحوا مدرسة او حتى تمارين. عملتي كمية كبيرة ممكن تحتفظي بيها كمان في التلاجة، مش هتقول لأ، وتسخنيها في الميكرويف. انا كده خلصت فيديو النهاردة. لو شايفة ان نشوتك حبيبتك بتقدم لك محتوى هادف شجعيها بلايك كتير وشير كتير، ومنشني اصدقائك اللي عندهم اطفال وبيحبوا يعملوا الحاجات الجديدة المختلفة. بحبكم جدا جدا. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.